مش لازم عشان ناكل أكلة حلوة نصرف مبالغ كبيرة قوي. لا، ممكن نعمل أكل حلو قوي وموفر جدا، وفي آخر يعني الأكل ده بقى بتاع الطوارئ زي ما بيقولوا، والأزمات بتاع آخر الشهر خالص كده، ما نكون إيه خلاص فلسنا كلنا. والأكل ده أحلى أكل بناكله. عملنا إيه؟ عملنا صينية مسقعة، حاجة كده خيالية، وصينية رز بالبشاميل بميكس جبن كده، حاجة برضو مميزة قوي، وولادك هيحبوها قوي. الحاجة القمر بقى اللي في الطاجن دي، الطاجن ده يا جماعة هو لونه كده اسمه همر، بيبقى متعتق. فده احلى طواجن تعمليها في الطاجن ده. ده طاجن ايه يا شيماء؟ ده طاجن فريك، بس حاجة كده بقى تاكليها وتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. حاجة جميلة جميلة فوق ما تتخيلي. بصوا يا حلوين، الاكل دوا انا كان عندي بواقي في الفريزر، يعني حوالي آه مش عارفه اقول لكم قد ايه بصراحه، والله الواحد محرج منكم، اقل من ربع كيلو لحمه معصجه. فانا استعنت بيها في قلب الصينيه بتاعه الرز اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والمسقعه. فانت لو مش حابه ما فيش مشكله، او مش شايله حاجه زي كده، فاهمه؟ بس زي ما بقولك الطاجن ده حاجه كده بعد الخيال بشويه. ويا سلام لو عندك حبه لحمه مفرومه، انا ما حطيتلوش بصراحه، بس لو عندك شويه لحمه مفرومه معاه، هتبقى وجبه بقى متكامله من كل حاجه. الطبق القمر ده بانيه كداب، بس كداب كداب بقى بصراحه. ده بتنجان، انا عملته بانيه حرفيا، تتبيله بانيه، الكفر بتاعه من بره بانيه، حاجه كده جميله تاكليها من غير اي حاجه. بس انا عملت جنبها شويه بطاطس محمرين. البطاطس دي هتمشي مع المسقعه، هتمشي مع البتنجان. خش بقى على الحب الكبير، ده طبق اسمه مزاليكا، او يا جماعه كبد وقوانص، بس انا بعمل لها صوص مميز كده بشويه بصله وفلفل وتشويحه، تاكليها كده وتبقي ايه اخر انبساط. تمشي مع بطاطس برضو، او مع شويه مكرونه. واهم حاجة بقى في الاكل ده كله شوية الخضار وشوية الجرجير والكلام ده. كل ده بقى الفيتامين يعني اللي احسن من اللحوم ومن الفراخ. شوية الاكل ده يا جماعة حلو قوي، صدقوني صدقوني طعامه ما فيش بعد كده، ولا تقولي لي لحمة ولا فراخ ولا الكلام ده خالص. ده الاكل اللي بياكل. يلا بينا بقى نشوف عملناه ازاي. هنبدأ يا حلوين بالرز بالبشاميل. انا عملت حوالي ربع كيلو رز ابيض عادي خالص. حطيت السمنه ونزلت بالرز بتاعي، وهحط الميه رز عادي. لو عندك شويه رز فاضلين من اليوم اللي قبله هيمشوا معانا حلو قوي في الوصفه دي. تمام. انا زي ما بقولك، انا كان عندي خلاص بقى، كل سنه وانتم طيبين، البسله المفروض هتطلع اخر الشهر او اول الشهر الجديد. انا كان عندي حبه قد كفه الايد كده صغيرين من خزين السنه اللي فاتت، قلت ادخلهم في الاكله دي ما فيهاش اي مشكله. هنا هعمل ايه؟ هنعمل البشاميل بتاعنا. الرز خلاص بتاعي بيتشرب، حطيت له بقى ايه، حطيت له البسله عشان هي فروزن، فهتبقى طريه قوي، فحطيتها قرب ما جه الرز يتشرب. لما تبقى البسله فريش، فانت حطيها اول ما تحطي الميه. هنحط برضو، انا عملت بزيت ذره، حطيت شويه زيت ذره، او بما يعادل معلقتين كبار ومعلقتين دقيق، وهشوحهم تشويحه حلوه كده. زي ما قلنا يا حلوين، احنا بنحط السمنة او الزيت قد الدقيق في البشاميل، وهديهم كام تشويحة كده، وهنزل عليه بنص لتر حليب. عندك شوية شوربة مع الحليب، قسمي ده وده، وهتبقى الدنيا حلوة قوي. تمام. وهنصحك نصيحة، كل ما تعملي فراخ، تعملي لحمة، اي حاجة تسلقيها، اوعي ترمي الشوربة. الشوربة دي كنز في البيت. تصفيها من البوكيه جرنيه اللي بنحطه، البصل والطماطم والكلام ده، تصفيها كويس قوي وفي قلب اكياس وفي الفريزر وتنسيها. دي بقى هتنفعك في كل حاجة، في بشاميل، في شوية لسان عصفور، في ايام انت مش هتبقي عاملة فيها فراخ ولا لحمة. هنا هحط فيما يعادل زي ما قلت لك ايه، نص كيلو حليب. انا مش هحط له لا مية ولا شوربة. فزي ما بقولك، لو عندك الشوربة قسمي ربع وربع. هنزل عليه بشوية فلفل اسمر وشوية ملح ومكعب ماجي، بس مش اكتر من كده. احنا ادينا له تطعيمه حلوه كده، مكعب الماجي بصراحه بيودي طعم الاكل في حته تانية خالص. وهفضل اقلبه لحد ايه، لحد ما ياخد معايا القوام اللي هو لا تقيل قوي ولا خفيف. هنا هرفعه على نار عاليه شويه، عشان ايه؟ يعني بصراحه النار اللي هي في النص دي بتسعفني في الاكل. فهفضل اقلب فيه، ايديكي فيه بقى ما تشيليه.
علشان مش عايزة اي تكتلات في البشاميل، عاوزاه يبقى تقيل بس مفيش اي تكتلات فيه. ما تشيليش بقى في اللحظة اللي هو داخل على الغليان دي، ايديكي ما تتشالش منه خالص. هو كده معايا خلاص، اول ما تلاقيه طقطق كده وعمل يعني ايه زي فقاقيع كده، اعرفي ان هو غلي خلاص، الدقيق معايا استوى. دي اهم حاجة عندي. وبعد كده هرفعه من على النار. كده الرز بتاعي اتعمل، والبشاميل الاساسيين معايا. حابه تعصجي شويه لحمه مفرومه مفيش مشكله، انا كان عندي كده كده العصاج ده زي ما بقول لكم في الفريزر. فقلت هستغله بقى في الاكلات دي وانا بعملها. هعمل ايه؟ هقلب الرز بتاعي كله بعد ما استوى، وهنزل عليه بشويه لحمه مفرومه واقلبهم فيه كويس. الرز ال- الرز بيبقى جواه اللحمه المفرومه، احنا ما بنحطش طبقات زي المكرونه البشاميل. يعني ايه؟ بنعمل الرز كده نقلبه فيه وبس كده، بنفرده في الصينيه وبنحط عليه البشاميل. بصي بقى، انا في يعني حاجه كده انا عملتها، انتي مش حابه تعمليها دي استبعديها، هو من غيرها. بس انا ايه؟ يعني اللي بحب الطعم شويه ده، انا بحطيت على الوش ميكس جبن، اللي هي الرومي والشيدر والموتزاريلا، يعني ميكس كده الكيس اللي انا بجيبه ده. انتي مش حابه يبقى البشاميل بس على الوش وتدخليه الفرن زي ما بنعمل المكرونه البشاميل العاديه خالص. تمام. لكن انا ايه، بحب اعزز الطعم شويه كده. عندك شويه ميكس جبن او جبنه موتزاريلا، مفيش اي مشكله، دلعي نفسك ودلعي الولاد ولا يهمك. هي بصي، خلاص اخر الشهر وخلصنا خلصنا كله بقى ايه، بننضف التلاجة من كل حاجه. اهو هنا بص، والله هتلاقوا الكيس حتى ايه في اخره كده حبه الجبن دي. قلت بقى ايه، ادي طعم وادلع الدلع كده يا بنات. انا كده كده مشغله الفرن على درجه حراره 180، بقاله بتاع 10 دقايق كده، وانا شغاله في الرز بالبشاميل. الرز طبعا مستوي والبشاميل مستوي، فانا بدخله يا دوبك احس بغليان من الجناب كده. وبعد كده بشغل الشوايه لان كل حاجه داخله مستويه تمام. بس لازم يطقطق مع بعضه كده. فقره النظافه يا بنات جت. فقره النظافه بتاعتنا جت النهارده يا بنات. هنا بقول لكم حبه اللحمه دول هنشتغل بيهم برضو، مش هنسيبهم. بصوا بقى البتنجانتين القمر دول، واحدة هنعملها مسقعة والتانية هنعملها البانيه الكداب. دي المسقعة الأمورة دي. بصوا التقطيعة بقى اللي أنا هقطعها المسقعة، التقطيعة دي بقى ترجع لك زي ما تحبيها. أنا أحيانا بقطعها مكعبات صغيرة، وأحيانا بعملها الشرايح اللي هي لا رفيعة ولا مليانة كده زي ما انتوا شايفين التقطيعة دي. بصوا أنا بقسمها حوالي كده 4 أرباع. يعني انا قسمتها الاول بالنص وبعد كده ايه، نصين تاني، يعني عاملاها 4 أرباع. انت على حسب ما تحبي التقطيعه، كل واحد ايه، وعلى هي في الاول والاخر. عفوا، في الاول والاخر المهم الطعم، فاهميني؟ بس برضو يعني ايه، بنحاول هتشوفوا هنجملها ازاي بالشكل. انا هعمل ايه، هرش عليها شويه ملح صغيرين واقلبهم فيها كده واركنها لحد ما ينزل الميه اللي فيه. هنا بقى ايه الحاجات اللي انا هعمل بيها المسقعه بتاعتي. البطاطس زي ما انتوا شايفين بعملها شرايح عريضه شويه، زي ما بنعمل كده صينيه البطاطس علشان ما تتهريش مني وتتفتفت في الصينيه. وبقى تنقي بقى عندك كم حبايه فلفل رومي اخضر، عندك فلفل الوان، زي ما بقولك كده ايه، روقي التلاجة. روقي التلاجة واعملي بيها بقى ايه الدلع كله ده في البيت. انا كان عندي فلفل رومي، كان عندي لقيت 3 حبات فلفل الوان، رحت واخده منهم 2. انا كده كده مفرزه، بس لا، اللي مفرزاه ده انا نسيته خالص، خلاص ده اتشال من القاموس بتاعي. انا ده مفرزاه لرمضان ان احياني ربنا. فانا ايه، هشتغل باللي موجود معايا. بصوا برضو مقطعه مكعبات كبيره في حجم ايه يا شيماء، في حجم البتنجان اللي احنا مقطعينه. مقطعه كله كده في حجم بعضه. بصي بقى، انا هقولك على حاجه لو عاوزه تزوديها لصينيه المسقعه اللي انا عاملاها. شفت البشاميل اللي أنا لسه عاملاه للرز؟ لو حابه تعملي البشاميل ده وتحطيه على الوش في الاخر، تمام مفيش اي مشكله، هيطلع طعمها قمر. اللي هي صينيه المسقعه. مش حابه تعملي بشاميل، ممكن هديكي تركايه تانية تعمليها، ميكس جبنه موتزاريلا على الوش كده برضو تمليها وتدخليها الفرن. فالمسقعه بتتدلع بكل الاشكال. الصينيه بالزيت، في ناس بتعملها عادي خالص في الحله،
لكن انا مش من الناس اللي بتحبها في الحله ابدا، يعني ماما كانت على طول تعملها لنا في الحله، فكفايه قوي عليا كده. انا بحب اعملها صينيه في الفرن بصراحه، بيبقى طعمها حلو قوي، والشكل الجمالي بيبقى حلو قوي في الرصه اللي مرصوصاه، الوش اللي متحمر، فالموضوع بيختلف خالص. بصوا بقى انا عملت ايه، انا حمرت البطاطس التحمير العادي خالص. وعملت، انا عامله قد ايه بطاطس يا حلوين، انا عامله 5 بطاطسيات عشان احنا بنحب البطاطس في المسقعه. وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، البتنجانه اللي انا عاملاها دي حوالي وزنها حوالي كيلو الا ربع. وكان عندي 3 فلفلات اللي هو الرومي الاخضر ده، والحبيتين الالوان في الفلفل الالوان. فبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، عملوا معايا صينيه حلوه قوي. هديكي بقى افكار تعمليها جنب صينيه المسقعه. انا ساعات بعمل جنبها رز، انا بحبها بالرز ده قوي، يعني في ناس بتاكلها برز وفي ناس بتاكلها بعيش، انا بحبها بالرز ده قوي. وممكن تعملي جنبها شويه بطاطس محمرين. وهقول لكم برضو المسقعه بتتعمل جنب ايه، بتبقى حاجه عظيمه قوي، واكيد في ناس كتير قوي زي بتعمل كده. يا سلام على شويه مسقعه جنب سمك مكرونه مقلي، جنب سمك بولتي مقلي. قولوا لي بقى في الكومنتات لو في حد زي كده بيعمل الحركه دي. فانا عاوزه اقول لكم المسقعه او الشطيطه اللي ماما كانت بتعملها لنا زمان دي حاجه عظيمه قوي. الشطيطه دي يا بنات، الفلفل اللي هو الحراق، الفلفل الحراق بيتحمر وبيتعمل له بعد كده في وok كده. كان زمان بقى ما فيش وok بقى يا جماعه، كان الطبق الالومنيوم بتاع ماما الحلو الكبير ده اللي بنقلي فيه البيض. كانت بتحط بعد ما تحمرهم في زيت، ومش زيت كتير الفلفل، وبعد كده تنزل عليه بثوم مدقوق، وبعد كده بتقطع كمية طماطم حلوة قوي مكعبات صغيرة، وتنزل بقى تطش الخل وعلى التوم، وتنزل بالطماطم دي وتتسبك مع بعضها بقى. انا عاوزه اقول لكم دي كانت دايما جنب سمك، جنب شويه بطاطس في الفطار. الشطيطه دي كانت حياتنا حياتنا كلها. فاكيد كده يعني اللي من سني او الاكبر مني هيبقوا عارفين انا بتكلم في ايه. الاكلات دي والله يا جماعه دلوقتي انقرضت، الاكلات الجميله بتاعت زمان دي انقرضت. الرقاق العادي بتاعنا ده، ماما كانت بتعمله لنا فطاير فطاير، وترش فيها سكر كده وتعملها في الصينيه. فين الايام دي يا جماعه، فين الايام دي؟ عيالنا دلوقتي عايشين على الاكل البرجر، الكفتيات، الحاجات اللي هي الحاجات السريعة، كله دلوقتي بيحب الحاجات السريعة، الولاد كلها، وحتى البنات الجيل الجديد اللي طالعين. لكن والله يا بنات الأكلات دي هي الأكلات اللي احنا ناكلها. الأكلات دي صحيح اللي هي القمر زي ما بيقولوا بتاع الزمان دي. وسريعا كده وانا بقلي البتنجان هرد على كام كومنت كده جولي. أسئلة. في حد سألني كذا مرة على الإسدالات. الإسدالات يا بنات أنا بجيبها من كذا مكان، من أماكن كتير قوي، بس اللي أنا فاكراه قوي إن في بيج على الفيس اسمها لارين. لارين دي بتعمل الإسدالات الستان دي حلوة قوي. وفي محل في شارع شهاب أنا مش متذكرة اسمه، اللي فاكرة اسمه قوي منار. إن شاء الله بأمرك يا رب ما نطلع لايف هخلي منار تقول لكم على اسمه. وايه تاني، ايه تاني، في حد، في بنوته سالتني قالت لي حواجبك جميله. ومحرجه تسالني يعني عليها. فيا حبيبه قلبي ما تتكسفيش ابدا. دي مصحح حواجب، بحط مصحح حواجب اللي هو شجلام. فاي حاجه حابين يا حبايبي تسالوني عليها، ما حدش يتكسف او يقلق انه يسالني، اسالوني عادي وانا هرد عليكم على طول. اتسألت على ايه تاني يا شيماء؟ اتسألت على ميزانيات، في كتير سألوني على ميزانيات. يا حبايب قلبي انا عمالة اديكوا ايه الافكار، علشان انا مش هعرف، ما بعرفش الدروس بايه والدنيا بايه، فانا بديكوا الافكار دي استغلوها ووفروا منها. بصوا بقى هنعمل ايه، هنعمل الصوص، الصلصة بتاعت المسقعة. خدت من الزيت اللي انا قليت بيه شوية صغيرين، وهنزل بقى بحوالي ايه، يعني نص راس توم كده. طبعا انا التوم انا مفرزاه، فهاخد ايه قد معلقة كبيرة كده، هحطها بقى واشوح. وهيبقى حاطة جنبي الطماطم اللي انا ضربها في الخلاط والخل، دول لازم يكونوا جنب ايدي. ليه؟ علشان اول حاجة هنزل بيها اطفي التقلية دي بمعلقة خل، وانزل على طول بالطماطم. الموضوع سهل جدا يا بنات.
المسقعه دي متهيألي اللي ما دخلتش المطبخ هتعملها وهي واقفه، وهتطلع معاكي قمر. سمي الله بس كده وتوكلي على الله. لو انت بتخافي تخشي المطبخ او ما بتعرفيش تعملي حاجه، عفري. لو انت بنوته لسه متجوزه، بنوته قربت تتجوز وبتتعلم، عفري. خشي، هتبوظي مره وهتعملي بعد كده الحاجه كويسه. كلنا اتعلمنا كده، طلعنا الحادق والدلع واللي اتحرق مننا، كلنا كده، محدش. اوعوا تفكروا انكم شايفين شيماء دلوقتي انا كمال كده، لا ابدا. انا عصرت كل حاجه. بصوا، حطيت مكعب ماجي، شويه كمون، شويه فلفل اسمر بس. حابه تستبعدي مكعب الماجي مفيش اي مشكله، بس انا بحبه بيطعم الاكل. وهسيبها تتسبك معايا على النار، ومش هسيبها تتسبك قوي. ليه؟ انا هدخل الصينيه الفرن وهتقعد معايا شويه. بصوا، هي هتشوفوا شكل الصلصه دلوقتي. انا ايه، مش مسبكاها قوي لانها هتقعد في الفرن حبه كويسين. بصوا بقى ايه، انت حابه تقلبي كله في قلب بعض وتحطيه براحتك، بس انا بقولك انا بحب الشكل الجمالي قوي في الاكل، يعني بحب ازين اكلي قوي. زي ما قلت لكم، عينينا بتاكل قبل بقنا. انت لما تبصي للاكل كده، عينيكي تروح له، وممكن تشم اكل ريحته حلوه بس تلاقيه كده مكلكع وعامل في بعضه كده ومحطوط كده من غير نظام، مش هتمدي ايدك عليه. انا هنا حطيت في القاع البطاطس وفوقيها البتنجان وفوقيها الفلفل. هحط بقى ايه، حبة لحمة مفرومة كده. ما فيش لحمة مفرومة ما عندكيش اي مشكلة. بصوا، انا اللي اقل من ربع كيلو خدت اكلتين وشلت الاكلة كمان. وشلت حبة لحمة مفرومة الاكلة كمان. هرص بقى البطاطس تاني، وهرص الفلفل العكس بقى، وهخلي البتنجان اللي على الوش. ليه؟ عشان اديله تحميرة حلوة كده في الفرن. اما اسوي المسقعة، برضو زي ما بنقول المسقعة كده المفروض معايا مستوية مثلا بنسبة 90%، الحاجة كلها متحمرة. بس زي ما قلتلكوا، الصلصة انا ما سبكتهاش قوي، فهنزل بالصلصة بعد ما اخلص كده، وهدخلها الفرن. هسيبها حوالي على برضو الرف الاوسط درجة حرارة 180، هسيبها فيما يعادل نص ساعة. هلاقي بقى الصلصة تقلت معايا، والوش اتحمر بتاع البتنجان، والدنيا بقت ايه، قمر. بصوا، هتفضلي تحطي في الصلصة كده. والله فاض معايا شوية صلصة، قلت هشيلهم، حطيتهم في كيس وشلتهم في التلاجة، هينفعوني في شوية مكرونة اسلقها وهستخدمها برضه. قلنا ايه يا بنات؟ الشاطرين هيقولوا لي ايه؟ قلنا احنا ما بنرميش حاجة، كل حاجة بنستفيد منها. بصوا، فاض معايا حبة قد ايه. دول حطيتهم اما بردت في كيس وشيلتهم. انا بقى همسح الصينيه بتاعتي كده، و هدخلها الفرن. قولوا لي التصوير كده كويس يا بنات؟ انا هم مقربه الاكل عشان تشوفوه. وميرسي قوي، انتوا عاوزين تشوفوا الاكل ومش عاوزين تشوفوا شيماء، وبتقولوا لي قربي الاكل. ماشي، كتر خيركم، ما كانش العشم يا بنات. ندخل بقى على العظمه اللي هتتعمل دي. الطاجن ده يا جماعه زي ما قلت لكم هو لونه كده، وبيتحط على البوتاجاز على النار مباشر، ما تخافيش منه خالص. الطواجن دي اسمها همر او طواجن متعتقه. انا جايبه منها بصراحه، بحب استخدمها قوي، بتدي طعم حلو قوي للاكل. سواء بقى عاملاه باللحوم او من غير لحوم، بتدي طعم جميل جدا. اديني قلبت البصله كده في معلقه سمنه بلدي حلوه كده لحد ما دبلت معايا، مش احمرت. وغاسله ربع كيلو فريك، مش نقعاه برضو، مشطوف حلو قوي. ويستحسن تجيبي الفريك نوعه كويس قوي. انا الفريك اللي انا عاملاه ده جايباه من عوف. انا بجيب يا اما الفريك والبرغل من عوف، يا اما بجيب الضحى. ما بستخدمش غير الاتنين دول، لاني بصراحه اما بشتريه بكل امانه من اي عطار بيبقى فيه حاجات بتقرش، والموضوع ده بالنسبه لي صعب جدا. فانا بجيبه، بفضل اجيبه كده. هنحط بقى عليه ايه؟ هنحط فلفل اسمر، هنحط السبع بهارات، هنحط طبعا الماجي بتاعنا. لو عندك بقى في المرحله دي حبه شوربه شايلاهم، يا سلام على الدلع، يا سلام. تنزلي بيهم. حابه تحطي بلح جوز الطيب حطي، بس انا ما حطيتش. دي حوالي نص كوبايه طماطم معصوره في الخلاط، نزلت بيها. وبعد كده زودت الميه. حطينا قد ايه كده السوائل بتاعتنا. شفتي الرز بتاعنا؟ لو انت مش هتحطي زي كده، عايري الفريك اللي هتحطيه في قلب بوله او حاجه، وزيها تحطي ميه عشان ما تتلخبطيش.
هنا بقى ظبطت ملحي وهسيبه على النار، هغطيه باي غطا حله عندي، او لو مش حابه تغطيه مفيش اي مشكله. هسيبه لحد ما يبدا يتشرب، بس مش هيبقى اتشرب 100%، هيبقى فيه فقاقيع كده صغيره برضو بتبان ايه فيه. هنا سبته على البوتاجاز، وهنعمل بقى ايه البانيه الكداب بتاعنا القمر. بصوا السمك اللي انا بقطعه سمك رفيع، ومش رفيع قوي، بس تحسي ان البتنجانه طريه معاكي بتتحكمي فيها. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. البتنجانه دي برضو كيلو الا ربع، وعملت لي كميه حلوه. عملت سيرفيز محترم كده يا جماعه، بانيه. حابه تقشري القشره مفيش اي مشكله، بس انا بحب طعم القشره بتاعه البتنجان، فانت لو حابه تقشريها مفيش اي مشكله. هنحط عليه بقى ايه، توم باودر وبصل بودر، وهنحط كاري مهران اللي انا بحطه، وهنحط السبع توابل وفلفل اسمر. التتبيل حابه بقى تحطي شويه زعتر، شويه اوريجانو، زي ما بنتبل البانيه بتاعنا. تمام. وهنظبط الملح بتاعنا برضو، وهنديله تقليبه كده. ايه هنعمل ايه بقى يا شيماء؟ هجيب بيضتين، وهحط عليهم حوالي ربع الكوبايه اللي انتوا شايفينها دي كوبايه قهوه، حوالي ربع كوبايه حليب. الكوبايه ال 200 جرام ربعها. هنرب البيض ومعاه الحليب ده، اللي ايه السوائل اللي هتبقى في البانيه بتاعنا، اللي هتنزل على البتنجان، اللي هو يعني احنا بنقول عليه بانيه. اهو هنزل بيه كده وهقلبه تقليبه. تعالوا بقى نشوف الكفر اللي هنعمله هنحط ايه. انا حبيت اعمله سبايسي، انتي مش حابه مفيش اي مشكله. فانا هحط فيجيتار اللي هو السبايسي. حابه تحطي فيجيتاري العادي خالص اللي هو مش حراق عشان الولاد مفيش اي مشكله. هحط حوالي نص الكيس ده الكيس الكبير، هحط حوالي نصه. وهنحط حوالي 3 معالق دقيق، علشان الدقيق هيخلي الكفر بتاعي يمسك كويس قوي في البتنجان، ما يفكش مني. تمام. الدقيق اساسي يا جماعه، ما تستثنيهوش من الوصفه. وهنحط بقى البقسماط القمر ده يا جماعه اللي انا قلت لكم عليه، الفينو اللي انا بحوشه وبسيبه في الهواء يومين كده، وبعد كده بضربه في الكبه عادي خالص، حتى مش في المطحنه. بصوا انا بصراحه ما بقيتش اشتري بقسماط. بس كده، وهقلبه وهسيبه بقى جاهز على ايه ان احنا نعمله. تعالوا بقى نخش على الوصفة اللي بعد كده. هنعمل ايه يا حلوين؟ المزركة او الكبد والقوانص بتاعتنا. غسلناها كويس قوي وعصرنا عليها ليمون، وبعد كده حطيناها في مصفاية نزلت اي سوائل، وبعد كده قطعناها صغير جدا. القوانص صغير جدا، الكبد قطعناها عريضة نوعا ما علشان ما تتهريش مننا، والقوانص قطعناها صغير جدا جدا عشان تستوي مع الكبده. حطينا معلقه سمنه او زيت ايا كان اللي هتحطيه، وهنديها كام تشويحه كده لحد ما يبقاش فيها اي سوائل. هي اوريدي مش هتلاقي فيها سوائل، لان زي ما بقولك انا بعد ما نضفتها كويس حطيتها في مصفايه حوالي ساعتين. انا عامله ايه؟ عامله بصلتين متوسطين وكام فص توم كده ضربهم في الكبه. هشوح بقى تديها كام تشويحه. ده كاري مهران حطيته، وهحط فلفل اسمر، وهحط كبابه صيني، وبهارات فراخ. وهفضل بقى اشوح كده لحد ما احس ان البصله دبلت معايا. انا برضو مش عاوزه ادي البصله لون. تمام. انا عاوزه البصله تدبل معايا، بس ده مكعب المرقه اللي انا حطيته. زي ما قلت لكم، اللي مش بيحب المرقه في الاكل استبعديها خالص، دي اذواق يا جماعه، وانا بديكي ايه الفكره. هنا انا حاطه فلفلتين رومي في الكبه، طحنتهم طحنه خشنه، يعني خليته ايه زي ما يكون مخرطاه كده صغير قوي. وهفضل اقلب برضو. الفلفل بيدي الاكله دي طعم حلو قوي. وفي طريقة تانية للكبد بس انا بعملها، لازم اعملها لكم. دي انا كلتها في مطعم في التجمع، اتقدمت لي كمقبلات كده قبل الاكل. ندهت للشيف اللي عاملها وسألته على طريقتها. دي الكبدة اللي بالصوص بتاع دبس الرمان. قمر يا جماعة وحلوة حلاوة. انا عاوزة اقولك انت لو دقتي الكبد اللي بدبس الرمان دي
مش هتاكلي اي حاجة مش هتاكلي الكبد دي باي طريقة تانية في الحياة. ان شاء الله ان شاء الله هصورها لكم واعملها لكم، بسيطة جدا يعني، بتتعمل بتهيألي حاجة عبيطة قوي، بس طعمها فظيع، طعمها كمقبلات جنب الاكل مش اكلة اساسية. هنا حطيت معلقة صغيرة قوي صلصة. ليه يا شيماء؟ عشان انا عاوزة اللون الصوص اللي انا هعمله ده يكون حلو. بصوا بقى يا حلوين، ده ينفع تاكليه، الاكلة دي ينفع تاكليها جنب بطاطس محمرة، جنب حلة مكرونة بصلصة، تمام، جنب الفريك اللي احنا عاملينه، يعني جنبها حاجات كتير قوي. ممكن تغمسيها بعيش من غير اي حاجة، حبة بتنجان او تطلعي مخلل من المخللات ويتاكل. وجبة حلوة قوي ومغذية قوي وموفرة قوي، ونتك على موفرة قوي قوي دي شوية. اهي من قريب انا حبيت اقربها لكم عشان تشوفوا شكل الصوص، وبوريكم ان الكبده ما اتهرتش مني عشان انا مقطعاها مكعبات نوعا ما زي ما قلت لكم. اللي متقطع صغير قوي القوانص، لكن الكبد متقطعه مربعات عريضه علشان ما تتهريش مني، انا باكد عليكم. هنا بقى بصوا، كان الفريك كان في الفرن بيطقطق كده معايا، شايفين؟ بصوا بقى ميزه الطاجن ده ان انا بعد ما بطلعه يقعد نص ساعه يطقطق بالشكل ده. هنا الاكل بتاعي بقى كان استوى، وكنت كده ما فاضليش بس غير ان انا هحمر البانيه الكداب بتاعي. بس هنا بصوا بقى بوريكم انها مش لازقه في القاع، مفيش حاجه محروقه مني. عملنا الصوص بتاعنا، بس انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت حوالي ربع كوبايه ميه مغليه من الكتل. مش عارفه ظهرت معانا في الفيديو والله ولا لا، بس حطينا ربع كوبايه ميه مغليه عشان يطلع لي الصوص القمر ده اللي هتغمسوه مع البصل وتاكلوه قبل الكبد والقوانص. بس كده اكلتي خلصت. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الكفر الخارجي بتاع البانيه بتاعنا. طبعا انا ايه في القاع بقى هتلاقوا السوائل اللي احنا حاطينها، البيض واللبن. بصوا انا بايد بمسك السوائل، وبالايد التانية بطبطب كده ايه زي ما بنعمل البانيه بتاعنا بالظبط، بالشكل اللي انتوا شايفينه. انتوا تشوفوا اكتر ما انا اتكلم، بصراحة الموضوع سهل جدا فوق ما تتخيلوا. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. يعني رمى معايا كمية حلوة قوي، وعاوزة اقول لك طعمه حلو حلاوة يا خبر ابيض. انا عندي ولادي بيحبوه زي البانيه بتاع الفراخ. عندي ولادي بيحبوه قوي، بيعملوه في سندوتشات كده مع بطاطس وياكلوه. مش يتغمس، لا بيعملوه في نص رغيف بلدي كده يحطوه وشوية جرجير وبطاطس محمرين. اوعي بقى احلى سندوتش عالمي تاكليه. هنا بقى ايه؟ الزيت اللي فاض من البتنجان والحاجة بتاعت المسقعة صفيته بمصفاية، احنا ما بنرميش حاجة، وحطيته في وok اكبر اللي انا بقلي فيها. انا عاملة 2 وok للتحمير، علشان طبعا انتوا عارفين الزيوت ما بتطلعش بسهولة منها، علشان ما نجرحهاش، فبنحاول قدر المستطاع ما ندعكهاش قوي. فانا عامله 2 وok، واحده كبيره للكميات وواحده صغيره. هنا عملت ايه بقى؟ قليت بطاطس، قلت هدخلها جنب البانيه ده. البطاطس اللي عندي بطاطس جاهزه، انا بجيب اكياس البطاطس الكبيره قوي الجاهزه دي من مكان مش سوبر ماركت بصراحه، من مكان اللي بيبيعوا المنتجات السوري والاجبان والحاجات دي. حد ببعت اشتري منه اهي البطاطس دي اللي هي زي اللي بتيجي كانت في ماك والفارم فريتس الحلوه دي. اهي حطيتها يا دوبك بس الزيت غلي معايا ونزلتها، ما بتاخدش 5 دقايق بصراحه، موفره وحلوه. انا كنت الاول خالص انا بعملها، انا بفرز البطاطس، بس بصراحة يعني والله يا ولادي الواحد كبر على حاجات كتيرة قوي، ما بقاش يقدر يقف يعملها. فانا دلوقتي يعني ايه بستسهل. والله يا جماعة اللي معايا هنا وفي سني واكبر مني هيفهموا انا اقصد ايه. احنا بنحسب الوقفة بتاعتنا اللي بنقف على رجلينا، والحمد لله. هنقلي بقى البتنجان بتاعنا، طلعنا البطاطس وهنزل بعد كده بالبتنجان اهو. الموضوع سهل جدا، ولا بقى اللي بيفك الكفر بتاعه ولا بيقشر منه، حتى اما برد واتحط في السيرفيز وقعد هو الكفر ماسك فيه.
انت اهم حاجه تديله التحميره وتقلبي. بصي اهو ما شاء الله ما شاء الله. ومش قادره اقول لكم بقى على القرمشه الخارجيه. حابه تعملي الطبق تحطي في الطبقه اللي احنا عملناها الخارجيه دي الكورن فليكس اللي بيبقى مطحون حبيبات، يعني عريضة كده شوية. مفيش أي مشكلة، هتعمليه زي الناجتس كده اللي هي بتبقى في الناجتس، الكفر بتاع الناجتس. حطي شوية منها ودلعي ولادك ودلعي نفسك وما تستخسريش في نفسك. بس كده يا حلوين. اديني بقى ايه عملنا كده، بسم الله ما شاء الله. كام أكلة عملنا؟ 5 أكلات. عملنا الرز بالبشاميل، وعملنا مسقعة، وعملنا المزاريكا، وعملت ايه يا شيماء تاني، وعملت طاجن فريك، وعملت أكلة البانيه دي، والبطاطس والخضروات اللي انا عاملاها. بصوا يا حلوين بقى، هقول لكم على نصيحة تعملوها جنب الاكل. خلوها دايما قاعدة كده لولادكم. في اولاد كتير قوي رخمين ما بياكلوش سلطة، وانتوا هتلاقوا المشكلة دي في كل بيت. في اولاد كتير قوي سلطة لا، ويقعدوا بقى لا وكده. انا عندي كده في ولادي. بعمل ايه بقى؟ بجيب طبق اغسل فيه خضروات اللي هي ايه. بغسل فلفل ما يكونش حراق او حراق، بغسل شويه جرجير، بغسل بقدونس يا شيماء. احنا بناكل البقدونس زي الجرجير، انا معودهم على كده. سواء حطيته آه في قاع صينيه توبنج كده، نحط عليه الصينيه، يعني نحط عليه البانيه والحاجه بيحطوه في الساندوتشات، او بحطه سليم كده ويتاكل زي الجرجير، لان كله فوائد. فانت حطي بقدونس، حطي جرجير، حطي بصل، حطي فجل. كل الحاجات دي يا جماعه جميله جميله وكلها فوائد. فاعمليها على الاكل لولادك لو ما بيحبوش السلطه، خليه طبق رئيسي على السفره بتاعتك. تمام يا حلوين. وبرضو ارجع واقول لكم زي ما بقول لكم كل مرة، الاكل مش اساسي، الاكل ما بيخلص، والبطون ما بتشبعش ابدا. فاهم حاجة، اهم حاجة في الدنيا الستر والصحة، دي بالدنيا وما فيها. وان انت تشوفي ولادك يقروا عينك كده آه في دراسة، في أخلاق، في أدب، دي بالدنيا وما فيها. فاحنا زي ما قلنا الأيام كلها بتعدي، حلوة بتعدي، وحشة بتعدي، كله بيعدي علينا. المهم زي ما قلنا ايه، نحمد ربنا دايما عشان يجعلنا ايه من بيت الحمد. هنا كنت خلاص خلاص، دي آخر حاجة في الوجبة بعملها. وكده نكون خلصنا أكلاتنا وهقدمها لكم تشوفوها. بس كده يا حلوين، ده اللي عملناه. اتمنى اكون بفيدكم وشرفتوني.